متابعي قناة شاهد، فيديو رد فعل صارم من شركة الطيران حينما قام الفنان محمد رمضان بقيادة الطائرة، وكان متوجها إلى حفل صناع الترفيه لإحياء حفلته الأولى في المملكة العربية السعودية. تابعونا ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا بالضغط على زر لايك واشتراك. الفنان محمد رمضان كان مسافر على الطائرة، كان متجها في طريقه إلى المملكة العربية السعودية علشان يحيي حفل غنائه الأول في المملكة، وكان في الرياض. ما الفنان محمد رمضان عمل حاجة غريبة وهو في الطيارة، قال أنا هقوم دلوقتي من مكاني علشان أسوق الطيارة، وبالفعل قام وصور نفسه بالفيديو. ظهر محمد رمضان وكان جالس بالطيارة، إلا أنه فاجأ الجميع قائلا في تجربة هي الأولى من نوعها هقوم أسوق الطيارة. وبعدها بالفعل قام وكان متجه نحو كابينة القيادة، حيث جلس إلى جوار قائد الطائرة، والاتنين اتكلموا مع بعض شوية. بعدها محمد رمضان مسك الأجهزة بتاعة الطيارة وبالفعل قاد الطيارة. وكان في خلفية الفيديو صوت بيقسم بالله ان محمد رمضان بالفعل ساق الطيارة في الوقت ده. محمد رمضان كان متجه الى الرياض علشان يحيي حفل صناع الترفيه اللي هي تعتبر حفلته الاولى اللي في الرياض. للأسف الفنان رمضان نشر الفيديو على نطاق واسع جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفعلا الفيديو انتشر بسرعة البرق. أعلنت سلطة الطيران المدني المصرية أنه تم التحقيق من الفيديو المنشور، وتم التأكد أن الفيديو صحيح. قالت الشركة أن الواقعة دي حصلت في طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية، وبالفعل تم إيقاف الطيار ومساعده لحين التحقيق معهم في هذه المخالفة الجسيمة. كمان تم توجيه تهمة ارتكاب فعل ممنوع منعا باتا طبقا للقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي والمصري وضد سلامة الطيران لهما. محمد رمضان في فيديو على حسابه الرسمي على تويتر أثناء دخوله كابينة قيادة الطائرة لخوض تجربة جديدة كما قال، وجلوسه على كرسي القيادة. شركة الطيران قالت هذا الموقف لم يتم مطلقا على أي من رحلات مصر للطيران، حيث إن ذلك يتعارض مع إجراءات السلامة الجوية، وهو ما تحرص عليه الشركة الوطنية في جميع رحلاتها. كما أعلنت سلطة الطيران المدني الاطلاع على الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر به محمد رمضان يقود طائرة ركاب مدنية، مشددة على بدء التحقيق في تلك الواقعة. شددت على عدم القبول والمساس بسلامة وسمعة الطيران المدني بمصر، وستقف وقفة رادعة لكل من يخالف قوانين وتشريعات الطيران المدني، وسوف تحاسب كل من أخطأ. النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب تقدمت بطلب إحاطة موجه إلى وزير الطيران، وقالت لهذه الدرجة وصل الحال بالاستهتار بحياة المواطنين والسماح لأحد المواطنين العاديين بقيادة طائرة على متنها مئات الأرواح، وما حدث من جانب طاقم الطائرة ما هو إلا جريمة دولية يعاقب عليها القانون ومخالفة صارخة لكل الأعراف الدولية. محمد رمضان وهو يقود الطائرة بالفعل تصدر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، ويوجد عليه الكثير من الأسئلة والاستفسارات. هل يجوز لمحمد رمضان أن يعرض حياة المئات من الركاب علشان هو يستمتع ويصور نفسه وهو يقود الطائرة؟ يجوز لمحمد رمضان أن يخترق الأعراف والقوانين الخاصة بهيئة السلامة لشركة الطيران علشان يصور نفسه سيلفي؟ السؤال الآخر، من هو محمد رمضان لكي يقوم ويسمح لنفسه بقيادة الطائرة ويخترق كل القواعد الأمنية للطيران؟
السؤال الآن: ماذا لو لا قدر الله حدث وسقطت الطائرة نتاج خطأ من جانب الفنان محمد رمضان أثناء استعراضه لطريقة قيادة الطائرة؟ إن محمد رمضان اعترف بنفسه بأنه أول مرة يقود طائرة وسط فرحة من جانب طاقم الطائرة، والذي بدوره يؤكد أن فعلا محمد رمضان هو الذي يقود الطائرة، وهو جريمة دولية وإنسانية لا تغتفر وتستوجب الملاحقة الجنائية. هناك من يسأل أن ما حدث يفتح الباب أمام أي مواطن يرتاد كابينة أي طائرة ويقوم بالمثل بتقليد الفنان المشهور والذي هو قدوة بالنسبة لكثير من الناس. بل سنجد في الأيام القادمة على السوشيال ميديا تمتلئ بالصور والفيديوهات لمواطنين عاديين يقومون بقيادة طائرات، فالأمر أصبح مباح ومستهان به.